السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يومكم يكون بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. يرزقنا احنا وانتم، اللهم امين يا رب العالمين. جمعه مباركه علينا وعلينا يا حبايبي. ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم. قلنا النهارده بقى بالنسبه للجمعه النهارده بقى قلنا نعمل ايه؟ شويه عيش طراي كده. عيش فلاحي يا ولاد يا حبايبي. حبه عيش كده طراي، لزوم الايه المدارس ولزوم الصبح السندوتشات. يعني حبة عيش فلاحي كده. نخلت الدقيق وجهزته معاكو، وجهزت دفيت ريحة مية، يعني دفيت المية زي دمع العين كده، لأن الجو طبعا سجع مش زي الأول. كنا الأول بنعجن مية عادية نجيبها ونعجن على طول مية من الفلتر عادي، لكن دلوقتي الجو سجع، ما كنتش ادفن العجين المية عجينك ما يخمرش. حبيت ان انا ادفيها ريحة مية بسيطة كده، ونزلت بالخميرة في البولة كده في كوباية اهو، وحطيت عليها نتعة سكر، وحطيت عليها الملح، وقمت نازلة بها أول حاجة. عجنتهم الصبح، رحت جبت عيش الصبح بدري حوالي الساعة 6 كده، وجيت من العيش قمت عجنة، وعلى طول عما فطرنا ومش عارفة ايه، وشوية الشغل بتوع الصبح دول، خلصنا طيورنا ومش عارفة ايه، وشوية الفرق بتوع الصبح دول. طبعا الفلاحين عندهم ايه؟ الطيور الصبح، ولازم تكنسي قدام بيتك وتروجي حتتك كده وتظبطي حتتك، ولو كان عندك غسيل تنشريه ولا كده. وقمنا مدارين عليهم على الساعة 10 كانوا خمروا. يعني كنا بنشطف فيهم ساعة الصلاة، كنا بنغوز وبنشطف فيهم ساعة الصلاة بشوية مية، ما حطيتش عليهم أكتر من حبة المية والخميرة ومعلقة سكر ومعلقة ملح. وقمت ماسكهم عجنهم على ايديا كده، والله ما خدوا حبة حاجة. العيال بقوا ياكلوا فيهم ورا مني، تقوليش عسل كده. شوية عيش مسكرين مسكرين سكر يا ولاد، والعيش طالع نادي وزي الفل اهو. عملت حطيت المية والخميرة وكله، كل المكونات واعجني بقى معانا. هعجن اهو في زمان بالظبط، لا عندنا عجانة ولا عندنا كلام من ده، احنا بنعجن على ايدينا. اشهد ان لا اله الا الله. البرد السنه دي مش راضي يسيبني ابدا، انا بقالي والله العظيم اكتر من شهر البرد يعني بيروح وبيجي. بس لقيت بقى لقيت على الجاسي عشان العجين معاكي ايه يتلت كده ويبقى حلو، يتمسك مع بعضه ويتجانس مع بعضه. عامة العجينة لما بتكون ناشفة معاكي بتعرفي تشتغلي فيها، يعني مثلا تعرفي تاخدي منها بالمكنة وتعرفي تخبزيها. مش كل العجين اللي لازم يبقى قوامه طري معاكي، دي العجين دي من ضمن القوام اللي لازم يبقى ناشف عشان تعرفي تشتغلي فيه. حطيته بقى خمر معايا، ما خدش الا ساعة ونص وكان خمران. انا عمال نخلت وعملت، كانت الساعة خشت على 8:30 وزيادة، مفيش على 10 كان خمران. والله اما النت يا دوبك مفيش فرقة بسيطة كده كان خمران. لان العجين بالذات لما بتعجني بحرارة كده وتعجني تخلصيه بيخمر معاكي على طول، غير ما تقعدي ايه تعجني حبة وترتاحي حبة وتعملي حبة. كانت حمات الله يرحمها كانت تقول خش على العجين بالشجاعة، يقوم يجي وراك على طول، مش يفلس ودانه ايه مع نفسه كده زي الواحدة موبال طويل، لا اديله على طول كده على دماغه على طول، يقوم يجي معاك على طول ويخمر معاك على السريع. وفعلا الكلمة دي يعني اي كلمة الناس الكبيرة دي قريتها تطلع حكمة، والله بتبقى حكمة يا حبيبي من يعني من لسانهم تطلع. تحس ان انت لما بتكبري في ايامك كده، مثلا مش احنا مش كبار قوي يا ولاد برضه، يعني مش عواجيز. لما تكبري كده بتحس ان الكلام كل ما تكبري في سنك، يعني مثلا طبعا العيال ام 17 سنة ولا 15 سنة مش زي ام 25، مش زي ام 30، مش زي ام 35. كل ما تكبري سنة بتحسي ان انت بتفهمي سنة عن سنة، عقلك بيكبر. وتحس ان الكلام الناس الكبيره اللي انتوا كنت بتتريقي عليهم هم مثلا بيقولوا لك ايه، كنت لما كنت يعني اخش على دين بقى انت بتقولي لي خلصي بسرعه عشان اشوف غيره يعني.
كنت اقول لها كده والله، كنت اقول لها انت بتقول لي اعجني بسرعه، انا بعجن على اخر جيد اهو. كنت ازعل من كلامها، اقول لها يعني انا برضه تقول كده. دي كان وجهة نظرها. وجهة نظرها بقى اللي انت ايه، خلصي العجين متشجعة سريع كده. دي قصدها يعني وجهة نظرها. بحس كل الايام بتلف معانا. على فكرة دي ادينا بنتي المعوقة دي. المعوقة انا دايما اقول لها يا مدير معوقة اخبزي حلو. يا الله لا اله الا الله. هي كانت بتبط عليا وانا كنت قاعده قدام الفرن وباخد عليها على المكنه. يعني كنت مشغله الشغلتين. شوفي بقى، ولا يعلى عن عيش زمان وايام زمان. والله العظيم فلالي حبيت عيش كده، يعني فلالي يا ولاد. شوفوا الجمال، نشفنا وطرينا وخليناها ايه قباها كده. حبيت عيش تراي من الدين، صابحين كل حاجة حلوة فيهم. مفيش والله يا ولاد رغيف قال يا عيني، مفيش رغيف منهم لا اتحرق ولا اتلطع ولا قال يا عيني. اه يعني كنت مجبسة العجينة عشان برضو مفيش رغيف يتلخبط، مفيش رغيف يقع منك ويتلخبط ويترمى. يعني بحب اخلي العجينة معايا جابسة عشان اعرف اشتغل فيها. مش كل العجينة عايزاها طرية. عجينة اللهم صل على النبي، الفطير بتبقى طرية، لازم تبقى قوامها طري عشان تديك. عجينة البيتزا برضو لازم تبقى طرية علشان تديكي قوام مظبوط وتديكي الطريقة، يعني تديكي النجاح في الحاجة اللي انت بتعمليها. مش دايما كل حاجة معانا لازم تكون طرية، يعني في حاجات مميزة كده. العيش الطري، وكنت حاطة العيش الناشف في ريح على الحصيرة، في ريح مني اللي محطوط على الصينية دي. حاطة صينية وحاطة عليها خرقة كده جلابية، والعيش الناشف برضو فرشة حاجة فرح منه وبحط عليه. انا بقى بمسك العيش الناشف دي بقى وافطر بالصبح. والاخر بقى عملنا حبة الدبابير بتوعنا المحترمين دول بقى للغدا. ما شغلناش دماغنا بالغدا. جبت بطين عمل يوسف ومحمد دول عايزين سندوتشات دبابير ببيض، وانا والبنات عملنا سكر على سمنة. وقمنا ساجدين ورا من الحوج رز معمر كده كله يعني كل الموال كله، يعني بالصلاة على النبي ما قعدناش. بعد الصلاة كنا مخلصين كل حاجة. ونزلنا بقى خدنا كل حاجة ونزلنا بقى، واللي عايز يتغدى عمل له بطاطساية واتغدى، حبيت سلطة واتغدى. بس اساسا احنا ما اتغديناش. هو احنا كنا عن نفسي كلت الجابوره وخلاص. محمد قال عايز حبة رز، غرفنا له حبة رز وخلاص. وادي يومنا يا حبايبي. ربنا يجعل يومكم بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. واللي يخش على الفيديو او اللي يصلي على الرسول يكتب لي في كومنت حلوه كده، ويقول يعني اي كلمه حلوه لام يوسف، ويشجعوني يا حبايبي. وحاولوا تسمعوا الفيديوهات للاخر عشان الفيديوهات ايه القناه تتفعل معايا. والله يا ولد القناه لسه ما اتفعلت لحد دلوقتي. لما انا خلاص زهقت منها، انا شكلي هفلس تاني واسيبها. بغيب غيبتي وبرجع بهبتي، لا مش بهبتي، برجع بحاجة تانية. ادي شغلنا النهاردة اهو، ادي معمرنا، وادي عيشنا الطري، وادي عيشنا الناشف. واحلى حاجة يا حبايبي اللي انتوا تعملوها في بيتكم يعني بكل نظافة.